لاصحابها. جيل 93 اللي شفنا كل حاجه، حضرنا 25 يناير، حضرنا 30/6، حضرنا كورونا، حضرنا زلزال، وقفلت بالاحداث اللي بتحصل، اللي دي احسن احداث حصلت واحسن حاجه حصلت، ان الحق هيرجع لاصحابه ان شاء الله، والارض هترجع لاصحابها باذن الله. حضرنا احداث كتير جدا تتكتب في التاريخ، وشاركنا في احداث برضو والحمد لله. احلى حاجه حضرناها اللي بيحصل الايام دي، يعني احنا مش بنشارك بس شايفين بعينينا الحق بيرجع لاصحابه ان شاء الله باذن الله. شايفين بعينينا ان الظالم اللي كان فاكر نفسه قوي وجبار وان مفيش حد زيه بيتقضى عليه ان شاء الله، هيتقضى عليه، وربنا بيدوقهم من نفس الكاس ونفس المرار اللي دوقوا بيه اخواتنا، وان شاء الله ربنا هيرجع الارض لاصحابها. دي حاجة احنا متأكدين منها، وحاجة مكتوبة اصلا في القرآن الكريم. التسعينات ده حضر حاجات كتير قوي، يعني حضر ثورات وحضر وباء وحضر زلزال، حضرنا كل حاجة. يعني مش عايزة اسمع حد يقول ده جيل تافه، لا ده جيل استحمل كتير قوي، يعني جيل شاف المعاناة فعلا يعني. الحمد لله. هنعلم ولادنا بقى ان من كل اللي حصل ده وبيحصل، ان الظالم مهما كان قوته هيجيله يوم ويقع، وان فعلا زي ما كانوا اهالينا بيقولوا لنا بات مظلوم وما تباتش ظالم، حاجه كده يعني، يا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم.